السلام عليكم، يا رب تكونوا بخير. النهاردة الفيديو بتاعنا مختلف جدا، زي اي بيت مصري جميل بيحب يظبط في البيت يعمل. فانا بطلع بطاطين كده من تحت حاطينها تحت السرير في المراتب، في شنط. فلقيت الشنطة الجميلة دي، قلت انا اجيبها واشوف فيها ايه، واكتشفت الكنز الجميل ده. انا بجيب الحاجة الرفيعات دي لما بتعجبني، نروح في مثلا هايبر كبير ونلاقي فيه حاجات قيمة كده وحلوة، بنقتنيها وبنشيلها. يعني اللي معاه بنوتة بيشيلها وبتروح كأنها، يعني ما بتحسيش بيها الرفيعات دي. اهي الشنطة بقى، قلت انا اشوف فيها ايه، وجبتها ومسحتها كده من التراب اللي عليها. طبعا كل مرة كل فترة كده بنرتب في بيتنا وبنحاول نظبط الحاجات المركونة. ففي كذا شنطة كده، فقلت ناخد دي اشوف فيها ايه، عشان هما شنط كده شبه بعض. فجبتها نفضتها كويس وفتحتها ولقيت فيها كنز جميل. والحاجات دي يا جماعة بنجيبها وبننساها، والاسعار بتزيد وبتروح كأنها مصروف، كأنها ساندويتش مثلا، كأنها حاجة كيس شيبسي سائع بتروح. هنا اكتشفت ده طقم جميل جدا كده في المطبخ بيتحط، او على البوفيه بيكون جميل، ونوعه صيني قيم كده وجميل جدا. هفتحه لكم ونشوفوا. ده كان جوه الشنطة، ده اول حاجة. وانا نسيت خالص ان في حاجات جميلة كده. يعني انا بجيب الحاجة تكون قيمة، يعني الحاجة ما تسترخصيش فيها. آه، بتكون مثلا الحاجة بجنيه وفي حاجة تاني ب5 جنيه، فممكن ام جنيه دي تجيبي قدها 10 مرات ويبقى شكلها مش لطيف ومش حلوة وترميها. لكن الغالي زي ما قالوا اهالينا زمان، الغالي تمنه فيه. واوصيكم يا جماعة، فعلا كلمة الغالي تمنه فيه دي كلمة يعني قالوها زمان، وكانت كلمة موصوفة. هنا بقى التلاتة اهم، والوسطانية دي طبعا من غير غطا، تحطي فيها ورد، تحطي فيها طقم توزيع، اي حاجة يعني تحطي فيه اي حاجة، وبيتحط على البوفيه وجميل جدا وشكله ذوق وشيك. وانا نسيت خالص، والموديل بتاعه حلو. والحاجات دي طبعا ما بتبقاش موجودة على طول. يعني اهو انا كمان حطيت لكم فيه ورد عشان انتوا متابعيني زي الورد. وفعلا انا يعني بشكركم جدا، اللي على الصفحة واللي على القناة. ولو ما انا ما بردش عليكم، لكن برد عليكم بقلبي، يعني انا ممتنة ليكم جدا جدا، ولاشتراككم في قناتي وكلامكم الجميل اللي بتقولوه في الكومنتات. وكل اللي انتوا عاوزين ان شاء الله، هيجي رمضان وقبل رمضان ان شاء الله اي حاجة انتوا عايزينها اكتبوها لي وقولوها واحنا ننفذها مع بعض. يعني مفيش حاجة تستعصى علينا ولا وتكون برضو بسيطة، ومع الزمن ومع الغلا هنعمل كل حاجة وهنتحدى الأيام. وشوفوا بقى طقم العلب ده جميل جدا ازاي. ده طقم تلاجة من النوع المتين اللي هو القيم. يعني احنا جبناه ومش فاكرين تمنه، وفي حاجات اسعارها عليها وشلناه. يعني شوفوا يعني هي كانت معايا بنتي كانت صغيرة، فتحناه ولقيناه حتة مكسورة. طبعا تلاقيه حد شال الشنطة وهبدها، فمش اشكال. هنركبها نبقى لما نيجي نحط الحاجة. شوفوا جميل ازاي وقيم. وطبعا العلب دي مهمة، بتكون للتلاجة لأي حاجة وقيمة، وبتنسيها، بنجيبها وبننساها. ودول نفس الخامة، جمال جدا، بس التانيين على مستطيل ودول مربع. والعلب الخامة بتاعتها تحفة. يعني مش من العلب اللي هي الرخيصة تجيبيها وتترمي او تبقى غير صحية. دي علب صحية. يعني يا تجيب العلب الصحية، يا تجيب العلب اللي بتكون ازاز. الزجاج بيكون جميل جدا وصحي، لكن تحطي في ألمونيا، تحطي في حاجات تانية لا. وما نشوف كمان ايه الكنز ده. هو زي ما قلت لكم كنز كده. فنقعد دول بتوع بيتزا، جمال جدا وخامتهم تقيلة. ومش عارفة يعني مكتوب على الواحدة ال10 وال20 وال30 تقريبا، يعني كده. انا هو في سعر بس ما خدتش بالي. دي في واحدة منهم 20 و26 و32. دي المقاسات بتاعة الصينية. وشوفوا جمال ازاي. وما تلقيش دلوقتي صينية صغنطوطة كده للبيتزا. يعني لو انت بتعملي بيتزا وفاضت عجينة
وبيفرحوا بيها الولاد. وده الطبق الشيك الجميل ده طبعا كانوا حوالي يعني طقم، فتلاقيه في شنطة تاني. ودي شياطة برضو جبناها ونسيناها ان احنا جبناها. يعني بقول لكم لما تجيبي مثلا حاجة يكون معاكي بنوتة وتشيلي كده، زي ناس اهالينا زمان كانوا بيعملوا كده. لكن احنا دلوقتي بطلنا نقول لا، لما مثلا ربنا يكرمها بنتي ابقى ايه، اجيب لها كل حاجة. بالعكس بيبقى تعب وبيبقى ارهاق، والحاجة اضعاف اضعاف تمنها بيغلى. يعني انت لما تجيبي الحاجات رفيعة وتركني، بس تبقي معكيش الا تجيبي الاجهزة، بيبقى حاجات خفيفة عليها جدا. هنا شوية بولات في منتهى الشيك وفي منتهى الروعة. هنشوف البولات بقى قيمة ازاي وخامة ما اقولكوش. يعني كنا جايبينهم من فتح الله، وفتح الله ده كان فيه اقسام للادوات المنزلية، من اقيم حاجة واغلى حاجة، وحاجات جميلة، خامات يعني قيمة. يعني لما انصحكم لما تعوزوا تجيبوا خامات، بولات او اي حاجة للبيت، تجيبوا حاجة قيمة. يعني بدل ما تجيبيها ب10 يا ستي هاتيها ب20، وتقعدي كل ما تعملي فيها تحسي بقيمتها وتحسي بشكلها الجميل، وترتاحي نفسيا وانتي بتعملي فيها الحاجة وانتي بتحطي فيها الحاجة. يعني مش حكاية أذواق، لا، هاتي الحاجة قيمة وما تستخسريش فيها. حتى في بيتك لو جبتي حاجة للبيت ما تسترخصيش. هنا برضو ايه، دول مجموعة بقى مقصات. شوفوا المقص الجميل ده، نسيناه والله. ده مقص بقى لو في فرخة بتعمليها فيها عظم، شوكة سمكة جامدة، عندك زرع مثلا انتي للحاجات وهنا في برضو في النص في فتاحة وجميل جدا. وشوف بتاعة التوم دي جميلة جدا. هنشوف فيه ايه تاني بقى في الكيس مليان الجراب يحاوي زي ما بيقولوا. ودي بتاعة بطاطس هراسة، الحاجات دي. وده مدق بتاع بفتيك وبتاع بانيه جميل جدا برضو، خامته زان وشكله كده تحفة وبتعدي. ودي سكينة جميلة جدا برضو، اللي هي ممكن تعملي بيها البانيه، تسلخي بيها، تعملي بيها، تبقى يعني بتسهل عليكي هنا، وتعملي بيها التورتات اي حاجة. هي بتاعت سلخ مع يعني عموما، لكن احنا طبعا شطار في مطابخنا وبنستهلك حاجتنا في كل حاجة. ونشوف فيه ايه كمان. ودي السكاكين بقى الالماني الجميل اللي مفيش بعد كده. ما تقوليش لا تيفالات ولا الحاجات الالوان اللي بتبوظ. وشوفي من فترة انا جايباها، هي كانت تقريبا في الاعدادي، شوفي، او يعني ليه 3 4 سنين الحاجات دي، او في الثانوي. بس شوفي الماركة بتاعتها جميلة جدا. والحاجات دي كانت رخيصة وفي اوانها يعني كانت قيمة، كان سعرها معقول. والاسباتيولا جميلة جدا وايدها جامدة، ايدها. ودي سكينة طبعا اخت التانية. هما طبعا نفس الخامة، السلاح بتاعها استانلس من القوي الصلب الجميل، يعني مش اللي بيصدي. وجميلة جدا وعملية. ودي طبعا تنفع للذبح وتنفع في المطبخ. ما بنستغناش عن السكاكين الكبيرة. ما تجيبيش اي حاجة. الطقومة اللي جبناها، انا طبعا كنت جايبة لبنتي قبل كده، ده مقص بيتزا. مين يفكر يجيبه؟ يعني اهو قاعد وجميل وتحفة وشكله قيم وراح. كأننا ما يعني انا مش فاكرة الكنز اللي في الشنطة هو فعلا كنز. لانك لو حسبتي الحاجات دي وحبيتي تجهزي بيتك وتنزلي تجيبيها هتلاقيها مكلفة جدا. وادي مقص برضو هينفع لها للخضار، للسمك، تخليه في البيت، ينفع لها لأي حاجة. طبعا ما بنستغناش عن الحاجات دي. لكن ساعة ما الواحد بيجهز بنته ما بيفتكرش الحاجات اسمها الرفايع. والفرشة تحفة جدا وجميلة وقيمة وشكلا وموضوعا. شوفوا جميلة ازاي ورخيصة كانت اياميها. يعني انتي يعني الواحد فينا ينتقي يجيب الحاجات القيمة اللي هي ايه، اللي مش مكلفة في نفس الوقت، ومتينة وتنفع وعملية. دول طقم تقريبا توزيع، برضو خامته حلوة قوي كده وشكله شيك، وايديه طويلة وجميلة مش قصير كده وده جميل برضو. المقبض ده جميل جدا، بتاع المشويات وبتاع اللحوم والحاجات، جميل جدا. وهو وراح كأننا. ودي برضو ليها طقم، ده تلاقيه في شنطة تاني، طقم توزيع اهو، صلب وجميل وشكله حلو. ودي صينية تقريبا ليها
رجلين سيليكون عشان لو حطيتي فيها، يعني لو طفل او حد زقها ما تتحركش ما تقعش الحاجة فيها. وحاجات قيمة جدا وجميلة. ويعني زي ما اقول لكم الحاجات دي لو جبناها وشلناها وهننسى ان احنا جبنا الحاجات دي. دي طقم بولات برضو جميل جدا وخامته روعة، ومن اللي هو لا لونه بيغير ولا حاجة. ودي بولة اكليريك تقريبا، البيضة دي انا حطاها وسطيهم. يعني حاجات دي ما بنفكرش فيها. وهنا انا بشاور لكم على الصناعة بتاعتها، وتركي وجميلة جدا وتحفة. والخامة لو شفتوها شوفوا بتلمع ازاي، وما تمسكيها في ايدك جميلة. انا كنت جايبة لبنتي الكبيرة نفس الخامات دي، قاعدة لغاية دلوقتي جميلة جدا. شوية حاجات رفيعة وجميلة جدا وبننسى ان احنا جبناها، لكن هي بتكون محتاجينها جدا جدا. ويا رب كده يعني يخلي لكم اولادكم وبناتكم، وتحاولوا تجيبوا حاجات وتشيلوها من مصروفنا، وتبقى كأننا ما جبناهاش بعدين وما نحسش بالتعب.